السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في قناة أسرار المطبخ المصري. النهاردة إن شاء الله هنعمل كيكة الطبقات اللذيذة الجميلة جدا دي، تحفة، شكلها حلو جدا وكمان طعمها أجمل وأجمل. هنعمل الكيكة، بصوا الكيكة طرية جدا وهشة جدا جدا بمكونات بسيطة. وكمان الطبقة اللي في النص دي مش ولا كريم شانتيه ولا مهلبية، هنعرف في الفيديو هتبقى ايه. والصوص غرقانة في الصوص، بصوا شكلها عامل ازاي اهو. بصوا الكيكه هشه والطبقه جميله جدا والصوص بتاعها متماسك وفي نفس الوقت حلو جدا طعمه. يلا بينا على طول نبدا الوصفه ونقول اتعملت ازاي كيكه الطبقات التحفه الجامده جدا دي. يلا بينا نبدا ونسمي بسم الله. عندنا المقادير بتاعت الكيكه الاول، اللي هو الطبقه الاولانيه عندنا كوبايه ونص من الدقيق منخول، لازم تنخليه. وعندك دي نص كوبايه كاكاو يا جماعه خام اهي، من الكوبايه الكبيره دي، يعني دي نص دي، تمام. يبقى نص كوبايه كاكاو، كوبايه سكر، كوبايه لبن، 3/4 كوبايه زيت. السكر لو بتحبي الحاجه حلوه قوي يعني عاليه حطي معاها كمان معلقه، لكن هي كده ممتازه للكيكه. 4 بيضات صغيرين، لو البيض كبير عندك يبقى بيضتين او 3 بالكتير. معلقه فانيليا صغيره مش كبيره، ممسوحه كمان مش مليانه. 1 بيكنج باودر، تمام. يبقى تاني كوبايه ونص دقيق، نص كوبايه من الكاكاو، كوبايه سكر، كوبايه لبن، 3/4 كوبايه زيت، 4 بيضات، فانيليا وبيكنج باودر، تمام. هنجيب الخلاط كله، في الخلاط هنحطه الا الدقيق والبودر. هنحط البيض 4 بيضات، عندي السكر كوبايه سكر، كوبايه لبن، 3/4 كوبايه زيت، زي ما قلت الكوبايه 200 جرام. هحط معاهم الكاكاو عشان انا عايزه الكاكاو يكون دايب في الخلاط، والفانيليا هخلي البودر مع الدقيق. عندك خل حطي معلقه خل، وهضرب ده كله في الخلاط كويس جدا لحد ما ينعم معايا ونرجع نشوف. نحط بقى الدقيق بتاعنا في حاجه اوسع عشان نخلط بيها، كوبايه ونص من الدقيق، وعندي باكو بيكنج باودر، هخلط بس البودر مع الدقيق. لازم تخلطيهم كويس قوي. هنجيب الخليط، نجيب بس المضرب بتاعنا، هننزل عليهم بالخليط اللي احنا عملناه في الخلاط. بصوا الكاكاو لما ضربته مع الخليط في الخلاط احلى بكتير من وانتي بتضربيه مع الدقيق، تمام. هننزل كل الكميه، هنضرب المضرب السلك بتاعنا. تاني الدقيق كوبايه ونص، ونص كوبايه كاكاو عشان تطلع معاكي السمك بتاعها هش وحلو وعاليه، ما تزوديش عن كده. البيض لو بيض صغير زي اللي انا حطيته يبقى 4 بيضات، لو كبار يبقى بيضتين او 3 بيضات.
عليهم كوبايه لبن، كوبايه سكر. والسكر لو قلتلك بتحبي السكر عالي شويه يبقى حطي معلقه كمان معاها، وكوبايه الا ربع من الزيت. السكر احنا ما عليناش عشان احنا هنحط لبن، هنسقيها بلبن بسكر. بس كده الخليط بتاعنا جاهز. هنحطه بقى في الصينيه بتاعتنا. عندنا الصينيه الوسط بتاعت السرفيس، ولو عايزه تعمليها في المدوره يبقى الوسط برضو. بص سمك الخليط، ننزل بقى الكميه كلها. ومولعه الفرن قبليها عشان تسخن على درجه حراره 180 علشان الكيكه تاخد راحتها في السوا. هتقعد نص ساعه، من تلت ساعه لنص ساعه كده. تمام. بس كده هنحطها في الرف الوسطاني في الفرن وتستوي ونشوف هنعمل فيها ايه. كده الكيكه بتاعتنا بعد ما طلعت من الفرن بصوا ما شاء الله هشه جدا وسفنجيه. بصوا جدا جدا، لسه سخنه، فاهمين يعني؟ لسه مطلعاها حالا. عندي هنا نص كوبايه من اللبن، هنحط عليه معلقتين سكر، معلقتين صغيرين مش كتير. لو بتحبي قهوه سريعه الذوبان حطيها برضو، حطي معلقه مع اللبن، حلو قوي. ندوب بس اللبن كويس. وهنزل على الكيكه بالراحه، هسقي كل حته فيها. نص كوبايه بس عشان انا الكيكه خفيفه جدا، فمش مستاهله ان انتي تحطي كتير. تمام. هنخليها بقى تبرد شويه لحد ما نعمل الصوص الطبقه التانية. عندنا هنا بقى الطبقه التانية. عندي هنا ربع كيلو من صوص موس الفانيليا. موس الفانيليا. عندي هنا ربع كوبايه من الميه الدافيه، هحط فيها معلقتين صغيرين من الجيلاتينا وهدوبها، وكوبايه لبن. لازم تدوبي الجيلاتينا كويس قوي في ربع كوبايه ميه من دافيه، مدفياها. تمام. هنركنها بس على جنب شويه، وهنحط اللبن مع الموز. هننزل عليهم بالمضرب بس ادوب كده البودر عشان ما يطرش معايا في اللبن. ولو عايزه تاني اللبن هنحط لها. بسم الله. عندنا بقى في المرحله دي هصفي الجيلاتينا، هصفيها، لازم تصفيها عشان لحسن يكون فيها شوائب. وهرجع اضرب تاني. هتعوز على فكره لبن، هضربها واقول لك خدت كام مني لبن. كده ضربنا الموز. بصوا موس الفانيليا احلى من كريم شانتيه على فكره ومش غالي. هنحط الكميه كلها.
كده الكيكه بتاعتنا بردت شويه. هوزع كل الكميه، يعني ده ربع كيلو. عامل معاكي صينيه حلوه قوي على فكره. يعني انا الموز جايبه ربع كيلو بس. هنسيب بقى السطح ونسيبها شويه لحد ما نعمل الموس الاخير اللي هو الصوص الاخير، صوص الشوكولاته من فوق، الطبقه الاخيره بتاعت الكيكه. هنعمل الطبقه الاخيره من الكيكه. عندي كوبايتين لبن، على البارد نحط فيهم. عندنا كوبايتين اللبن، هحط عليهم معلقتين سكر، نص كوبايه من الكاكاو الخام. هقلب على البارد. هحطهم بقى على النار. بعد كده هحط فيهم اي نوع شوكولاته انت عايزاه. انا جبت الشوكولاته ديري ميلك عشان تدي طعم حلو قوي ليهم. وهحط لهم شويه زيت صغيرين، معلقه زيت صغيره يا اما زبده. لو عندك زبده تمام، لو ما عندكيش زبده حطي معلقه زيت عشان بس اللمعان بتاع الصوص. تمام، كل ده هنعرفه واحنا بنقلب فيهم على النار. يلا بينا على البوتاجاز. كده عندي اللبن والكاكاو والسكر على النار خلاص سخن. خلاص هنزل بالشوكولاته وهدوب الشوكولاته معاهم. على نار هاديه جدا. عندنا بقى بعد ما دابت الشوكولاته هحط مقدار من المعلقه من الزيت علشان بس تعمل لمعان معايا. طبعا الصوص خفيف عايز يتربط. هنربطه بايه؟ عندي هنا معلقه نشا مدوباها في نص كوبايه لبن او ميه عشان اربط بيها الصوص بتاعي. اهو. ممكن تحط النشا مع الخليط الاولاني قبل ما تحطيه على النار، لكن انا حبيت ان انا ادوب الكاكاو الاول مع اللبن وبعد كده انزل اربط بالنشا. النشا وخلاص. على كده هسيبهم بقى يغلوا شويه مع بعض وكده الصوص يبقى جاهز. كده الصوص بتاعنا بصوا بعد ما خلصته، بس لازم يبرد، لازم يبرد على الاخر عشان طبعا الطبقه بتاعت الموز ما تتسحش. فهقعد ادور فيه كده لحد ما يهدى من السخونه بتاعته، وبعد كده هنحطه على الوش من فوق. هنحط بقى الطبقه بتاعتنا بتاعت الشوكولاته بالراحه كده وانتي بتنزلي على الموز علشان ما يتلخبطش معاكي الطبقه اللي تحت ويخشوا في بعض. بصوا صوص الشوكولاته عامل ازاي. الكاكاو نوع اسباني حاجه كده تحفه، حلوه قوي في الصوصات. اهي هنمسها بس كده علشان يساوي الوش من فوق، ونحطها في التلاجة لحد ما تشد وتنشأ تجمد خالص، وبعد كده نقطعها مع بعض. الكيكه بتاعتنا بعد ما طلعناها من التلاجة هنقطعها بقى. بسم الله. بالراحه انت بتقطعيها عشان طبعا الصوص من فوق.
اول حته بس اللي هي صعبه في الطبق. بصوا الصوص طبعا شكله تحفه. بصوا الكيكه من تحت كمان شكلها يجنن، حلوه قوي. وبرضو احنا ما صبرناش عليها كتير، نطلع حته كمان. اوه بصوا الصوص غرقان فيها، والطبقه بتاعت الموز بتاعت الفانيليا عامل شغل جامد جدا. ودي كانت الكيكه بتاعتنا النهارده، يا رب يكون نالت اعجابكم، واستنوني فيديوهات احلى واحلى ان شاء الله. بترككم في رعايه الله، بس ما تنسوش لايك وشير الفيديو، وننزل نفعل الجرس عشان يوصلكم كل جديد من عندي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.